محمود، فرقة أولى تمريض. الفيديو ده خاص بكلية تمريض ومعهد فن تمريض. إن شاء الله النهاردة هبدأ في شرح وتطبيق عملي الفيتال ساينس. تمام، هنطبقه عملي قدامكم دلوقتي على حالة أو بيشنت. تمام، عشان تبقى كل حاجة بوضوح. تشيك ليست تخش مع الدكتورة أو الدكتور تبقى إن شاء الله تقفله. تمام، قبل أي حاجة لازم تشترك في القناة وتعمل لايك. تمام، وتدعمني علشان انزل لكم كل حاجه. احنا داخلين على الفاينل وكده. تمام، وهي هبدا ان شاء الله دلوقتي نشرح الحاجات اللي هي الفيتال ساينس يعني ايه، وهنشرح ايه فيه. تمام، وبعد كده اجيب لكم الحاله. تمام، وابدا اعمل عليها عملي قدامكم. تمام، خليك متابعني لاخر الفيديو وانت نورتني. ان شاء الله النهارده هنشرح الفيتال ساينس. تمام، ده بروسيجر مهم، العلامات الحيويه اللي هنشرح النهارده التي بي ار. تمام، درجة حرارة التمبريتشر والبلس النبض وريسبيريشن التنفس. تمام، وازاي نقيسهم ونطبقهم عملي كل حاجة من دي. تمام، الفيتال ساينس التمبريتشر عايزين نعرف النورمال رينج بتاعها. النورمال رينج بتاعها بيبدأ 36.2 ل 36.4، واحيانا في بعض الكتب من 36.5 ل 37.5 درجة سيليزية. تمام، ايه اماكن اللي بنقيس منها تمبريتشر درجة الحرارة؟ أول مكان بنقيس منه درجة الحرارة هو الأورا، الفم. تمام، وفي تاني مكان الأكزيلاري اللي هو تحت الإبط، وآخر مكان اللي هو الريكتال. تمام، الريكتال ده هو فتحة الشرج. تمام، هنبدأ بأول حاجة ونشوف مدة الترمومتر تفضل في المكان ده قد إيه. أول حاجة الأورا بنبدأ تسيب الترمومتر في بقه حوالي 3 دقايق. 3 دقايق طبعا معاك الواتش ظابطها. 3 دقايق تبدا مثلا وتحسب له 3 دقايق تشيل الترمومتر. تمام، ودرجه الحراره اللي هتطلع على الترمومتر هياها نفس درجه الحراره اللي هتكتبها في الدوكيومنتيشن او الريكورد بتاعك. تمام، او تسجلها عندك. انما بالنسبه للاكزيلاري، تمام، تحت الابط بتفضل 5 دقايق تسيب الترمومتر تحت في منطقه الاكزيلاري. تمام، وبتزود على درجه الحراره اللي هتبان لك نص درجه سيليزيه. يعني لو هيطلع معاك مثلا 37 تزود نص. تمام، والمدة بتفضل تحت الإبط في منطقة الإكزيلاري 5 دقايق. إنما لو هتبدأ بقى في الريكتال لمدة دقيقة واحدة وبتنقص نص، مثلا طلع معاك 37 تطرح نص منه يبقى 36.5 درجة سيليزية. تمام، والمدة دقيقة. كده بالنسبة للتمبريتشر. تمام، نخش بعد كده على البلس النبض. تمام، النبض بتحسب له مدة دقيقة. عندك النورمال رينج بتاعه من 60 ل 100 تمام بيتي كل مينت. تمام، ده النورمال رينج بتاعه. يعني انت بتبدا تيجي على منطقه البلس وتحسها. اكتر الاماكن المنطقه الشائعه من البلس اللي بنبدا نشتغل عليها منطقه الراديال. تمام، اللي هي بص، عارف صبع الابهام ده؟ صبع الابهام من عنده كده وتيجي من عند الريست بتاع ايدك كده تبدا تحط صبعين او 3. بص ده صبع الابهام. بص لو انت شايفني يعني. تمام، هتبدا تحس البلس. انت بتحسب دقيقه الثانيه تشوف النورمال رينج. قلنا النورمال رينج من 60 ل 100. يعني انت طالع معاك مثلا 70 في الدقيقه، انت بتحس النبض بتعدهم طلعوا 70 كده، انت في النورمال رينج. الراجل ده طبيعي. 80 طبيعي، 90 طبيعي، 100 طبيعي بس هاي شويه. تمام، او طبيعي. اكتر من كده بيبقى اسمه تاكيكارديا، اللي هو النبض بتاعه او الهارت ريت مرتفع. اقل من كده بيبقى اسمه براديكارديا. ده بالنسبه للبلس. لو عايزين نعرفكم الاماكن التانية مفيش مشكله، بس انا يعني ايه الاماكن التانية دي حفظ. انا مش بشرح نظري، انا بشرح لك نظري بسرعه عشان تبقى فاهمني الحاجات اللي انت تشتغل بيها. تمام، وده برضو المنطقه البلس اسمها البريكيال. تمام، ودي التمبرال اللي هي الجبهه. في اماكن تانية بس احنا بنتكلم دلوقتي على الحاجات الشائعه. تمام، ده بالنسبه للبلس. قلنا المده دقيقه والنورمال رينج من 60 ل 100 بتيل كل مينيت. تمام، بعد كده نخش على الريسبيريشن التنفس. تمام، او الريسبيراتور. ده بنبدا بيه ازاي؟ الريسبيريشن ده برضو لمده دقيقه، تبدا تقيس لمده دقيقه. النورمال رينج بتاعه من 12 ل 20. انت بتبدا تمسك ايد المريض كده، ايد المريض تحط ايدك على صدره، بس اهم حاجه ما تعرفوش عشان ما يزودش يعني يتنفس بسرعه قدامك او بالراحه. ما تعرفوش وانت بتقيس له مثلا التمبريتشر او بتقيس له البلس تقيسها له هو مش واخد باله. تمام، تبقى من 12 ل 20. طلع معاك 12 13
19 الحاجات كده في النورمال. تمام. لو اعلى اسمه ايه، لو اعلى من 24 يبقى كده ابنورمال، لو اقل من 12 نورمال، اقل من 12 قصدي معلش ابنورمال. تمام. ده بالنسبه للريسبيريشن. تمام. لمده دقيقه. شهيق وزفير بتتحسب واحده، فانت بتبدا على الواتش بتاعك تحسب له لمده دقيقه وتشوف هو نورمال رينج ولا ابنورمال. تمام. وبكده نكون خلصنا الحاجات النظريه. تمام. مراجعه عليهم سريعه. قلنا هنشرح التي بي ار. تمام. لو هتقسم الاورال لمده 3 دقايق وبيطلع نفس الرقم، لو من الاكزيلاري لمده 5 دقايق وبتزود نص، لو من الريكتال لمده دقيقه وبتنقص نص. بالنسبه للبلس قلنا المعدل الطبيعي بتاعه النورمال رينج من اول من 60 ل 100. تمام. بيطير كل مينيت. ريسبيريشن من 12 ل 20 بي ار لكل مينيت. تمام. ده بالنسبه لمحاضره النهارده. تمام. هبدا بقى دلوقتي اطبق معاك عملي ان شاء الله. واهم حاجه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. طبعا قبل ما تروح للمريض او البيشنت لازم تكون عامل هاند واشنج وير الجلافز بتاعك وعامل كلين للترمومتر بتاعك ومجهز الاكويبمنت بتاعتك. تمام. تعمل كلين للترمومتر ازاي؟ تطلعه من الكفر، ده الترمومتر الزئبقي. تمام. وتبدا تخليه الميركوري بتاعه عند 35. هو كده عند 35 او اقل من 35 عادي. تمام. تبدا تعمل له كلين او تنضفه ازاي؟ كوتون والكحول. تبدا تعمل له ديس انفكشن من منطقه الديستال للبلب، حركه دايركشن 1 دايركشن. هتخلص من الحاجات دي تعملها ديسكارد. تمام. تحطه في الكفر بتاعه تاني، وبعد كده تاخد الاكويبمنت بتاعتك وتروح عند المريض. تمام. رحنا للمريض الاكسبلين بروسيجر. تمام. هتعرف تبدا تعرفه على نفسك وتشرحه. السلام عليكم ورحمه الله. استاذ رضا، ان شاء الله النهارده انا جاي اقيس لك درجه الحراره والنبض بتاعك وان شاء الله تقوم لنا بالسلامه. تمام. انا النهارده هاجي اقيس لك درجه الحراره من بقك. تمام. من فضلك تفتح بقك لو سمحت وتحط الترمومتر ده تحت لسانك. تمام. وتقفل عليه بشفتك مش باسنانك عشان ما يكسرش، ده ماده سامه. تمام. لمده 3 دقايق بعد اذن حضرتك. خلي المنطقه الحديد ديت تحت لسانك. طبعا انت معاك الواتش بتاعك، الساعه دلوقتي و49 دقيقه. تمام. يعني بالظبط عند تبدا 3 دقايق اللي هو 49. تمام. و3 دقايق عند 52 تبدا تقف. تمام. تبدا بقى وانت بتقيس له درجه الحراره تبدا تقيس له البلس برضه وانت مشغل الساعه بتاعتك. تمام. مده دقيقه. كده الدقيقة عدت. تمام. الترمومتر زي ما هو تبدأ تجيب ايده وما تعرفوش. تمام. تسلو ريسبيريشن برضه تحسب على الدقيقة.
كده عدد الدقيقة تمام. فاضل دقيقة وتجيب الترمومتر منه تمام. وبكده تكون عدت الدقيقة، تبدأ تجيب الترمومتر تمام وتعمل له كلين قبل ما تقراه بالكتم والكحول برضو. تخلص تعمل لها ديسكارد تمام. وتبدأ تشوف درجة الحرارة. درجة الحرارة بتاعته 37.1 تمام. يعني هو كده في النورمال تمام. 37.1 اعتبره 2 هو في النورمال تمام. وبعد كده تبدأ طبعا انت عملت كلين، ترجع الترمومتر عند 35، تحطه في الكفر بتاعه وتتخلص من الأدوات تمام. وتبدأ ريموف الجلافز، تعمل له ديسكارد تمام. تبدأ تعمل دوكيومنتيشن. وبكده يكون خلصنا بروسيجر النهارده. متنساش تشترك في القناة، ولو انا فدتك يا ريت تكتب لي تعليق.